يا جماعة، مساء الفل كده. مساء الهنا عليكم. مساء الجمال. أرجو بس من حضراتكم إن انتوا تظهروا بس معايا كده. لو سمحتوا بس يا جماعة ظهروا طيب كده، يعني حد يخش يظهر كده معايا. عايزة أنا أتكلم فمش هينفع أتكلم ومفيش حد ظاهر. مساء الفل عليكم، مساء الجمال. يا ريت كلكم تتجمعوا كده بس، تظهروا معايا بس كده، يعني حابة كده وهتكلم في موضوع. وانا بحب الناس كلها تبقى مشاركاني في كل المواضيع اللي انا بتكلم فيها. احب الناس كلها تظهر معايا. مش عارفة اقول لكم ايه، بس يعني انا ممكن ابدأ اتكلم حتى لو ظاهر حتى واحد بس او اتنين. هبدأ اتكلم. جماعة، أنا صفحتي الأصلية هبة علي. الصفحة بتاعتي عليها 5000 صديق. الصفحة دي أنا عملت فيها فيديو بس مباشر، وقلت فيه خوف الإعلام المصري من الرئيس السيسي. طبعا أنا اتكلمت بقى ووضحت ليه الإعلام بيخاف يواجه الرئيس السيسي. مش معنى ان انا اتكلمت وقلت ان الاعلام بيخاف يواجه الرئيس السيسي ان انا كده بعيب في رئيس الجمهورية، ابدا والله. رئيس الجمهورية على راسي من فوق، الرئيس السيسي على راسي من فوق. الرئيس السيسي بيعمل انجازات، انا متشكرة الانجازات اللي هو بيعملها. بس انا بلوم الاعلام المصري. الاعلام المصري بقى اعلام، يعني انا مش حاسه ان هو زي الاعلام زمان. الاعلام المصري اعلام مبين لرئيس الجمهوريه ان مصر عباره عن مصر ملفوفه في سلوفان، مرصوفه في مصر جاتوهايه. الناس عامله زي، بص، زي جاتوهايه كده. مصر في هنا وفي سعادة. مصر يعني مصر عبارة عن عصير الفخفخينة، كل الناس بتشربه. فأنا عايزة أقول الإعلام المصري، لا والله، انتوا مفروض انتوا حالفين ان انتوا تطلعوا تتكلموا قبل ما تقعدوا على مراكزكم، وقبل ما تقعدوا على الكراسي بتاعتكم، وقبل ما تطلعوا في الإذاعة والتلفزيون. أكيد انتم حالفين وقايلين القسم ان انتم مثلا بينكم وبين ربنا ان انتوا تتكلموا على الغلبان والفقير. فليه انتوا يا جماعة كل الاعلام المصري ما بيواجهش الرئيس السيسي، وحد يعمل مثلا لقاء مع الرئيس السيسي ويقول له: يا ريس، احنا مسؤولين منك، احنا عارفين ان الحمل عليك كتير، بس مصر تعبانة. مصر فيها ناس لحد الجوع. مصر فيها بطالة كتير. مصر فيها شباب مش عارفة تتجوز. مصر فيها، يعني فيها بلاوي كتير وفيها حاجات كتير. احنا محتاجينك. اعضاء مجلس الشعب المحترمين، نص اعضاء مجلس الشعب المحترمين بيقعدوا على الكراسي. على الكراسي. نصهم، انا ما بقولش كلهم عشان ما يعمموش. نص اعضاء مجلس الشعب بيقعدوا على الكراسي ما بيعملوش حاجة خالص للدايرة بتاعتهم. طيب الرئيس السيسي، هل يا ترى يا ريس حضرتك تعرف كل دوت؟ انا عارفة ان انت ليك 2 عين مش هتشوف كل ده، بس يعني احنا الشعب، احنا ظهرك واحنا سندك، واحنا يعني احنا ايدينا في ايدين بعض. مصر يا ريس، لو انا مذيعة وبيسألوني دلوقتي، لو انا مذيعة وبعمل حديث معاك، انا مش هقولك ابدا يا ريس. انا هقولك انت، يعني انا بنتك. ومصر تعبانة قوي يا ريس، واحنا بنستغيث بيك.
بنستغيث بيك. الاعلام المصري اعلام دلوقتي ما بقاش يظهر الحقيقة، اعلام ما بيتكلمش خالص، ما بيعملش اي انجازات. مصر تعبانة، ومصر هو مش بيوصل لك كل الكلام دوت، ولا بيقول لك كل الكلام ده كله. اعضاء مجلس الشعب اللي بتنزل تاخد صوتنا ب50 جنيه ولا ب100 جنيه، وللغلبان وللفقير 50 جنيه، يلا. الناس الغلابة بتبقى واقفة توابير توابير. ايام كورونا كنت مصورة فيديو اكتر من 100 واحد فوق بعض على 50 جنيه يا ريس. وبعد كده نص اعضاء مجلس الشعب ما بتعملش حاجة للدايرة بتاعتها. احنا نروح فين من ده كله؟ احنا نروح فين من ده كله؟ شباب لا عارفة تتجوز، بطالة، جوع، غلو اسعار. طب وبعدين يا ريس؟ وبعدين احنا يعني احنا امانة في رقبتك. مفروض برضك انت كتر خيرك ان انت بتعمل الانجازات في البلد، وكتر خيرك ان انت بتعمل مشاريع في البلد. بس مفروض برضك الناس المسؤولة اللي تحت ايديك، يعني من اول عامل النظافة لحد اعلى مستوى، اعلى مستوى يعني تحت حضرتك، يعني يشتغل ويساعد الناس ويقف مع الناس. دلوقتي ما يعني نادرا، او بلاش نادرا، نص المسؤولين مش بيعملوا حاجة. ارجوك يا ريس، يا ريتك تعمل اجتماع، تعمل اجتماع والاجتماع دوت يكون اجتماع طارئ. ان كل الوزراء، كل اعضاء مجلس الشعب، كل يعني الدكتوره هاله زايد، المستشفيات، الحاجات دي كلها، وتقول لهم يا جماعه حطوا ايديكم في ايديا، انا راجل بعمل لمصر انجازات، وانت راجل مسؤول ان انت نفسك تعمل مشاريع. انتوا في مسؤولين ان انتوا برضك تعملوا للشعب، تعملوا للشعب. الشعب دوت لازم وزير التومين مثلا ينزل حملات اللي هي بغلو الاسعار. ما نعرفوش غلو الاسعار ده جاي من التجار ولا جاي منين، ما احنا مش عارفين. دلوقتي يا ريس يعني الناس الاول كانت بتاخد 50 جنيه و30 جنيه، كانت بتعيش وكانت بتاكل زمان. انا مش بكلمك دلوقتي لو واحد معاه 200 جنيه، والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، بيبقى طافح بيهم الكوتة طول النهار، ويبقى شقيان بيهم طول النهار، وما بيلاقيش، وما بيكفوش. يخش السوبر ماركت يجيب بامبس، يطلع لما يجيب بامبس يجيب جبنه، يجيب اكل، يجيب شرب، خلصت الفلوس والدنيا خلصت. احنا عايزين تاني العيشه تنزل تبقى حلوه. وريس انت رئيس جمهوريه ممتاز 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 بالنسبه للسياسه بتاعت حضرتك وتفكيرك في الانجازات. بس حضرتك انا مش عارفه حضرتك بتفكر في الشعب. هم المسؤولين قايلين لك الشعب عايش ازاي؟ الشعب في ناس بتنام من غير اكل، بلاش بتنام من غير اكل، في ناس بتنام محرومه ان هي تاكل فرخه، في ناس بتنام محرومه ان هي تاكل فرخه. الاعلام المصري موصل لك ان كل يوم والتاني بتحصل جرائم قتل وجرائم تحرش وجرائم اغتصاب بسبب قله الجواز للشباب، وبسبب قله ان شاب دلوقتي لما هيروح يتجوز هيقولوا له معاك كام، جبت شقه بكام، حتى هتدي مهر كام، هتعمل فرح بكام. الشاب دلوقتي عيني مش عارف يعمل حاجه. يا ريس انا بنتك، خد شباب مصر وايدك في ايديهم، يشتغلوا معاك في المشاريع، يشتغلوا ان شاء الله، يلموا تراب، يلموا اي حاجه. الخريجين الهندسه يشتغلوا معاك ويساعدوك في المشاريع، وياخدوا راتب، يعني راتب يخليهم يعني ولا يبقى الراتب ده يخليهم يعرفوا يتجوزوا، يخليهم يعرفوا يبنوا بيت، يخلوهم يعرفوا يعني يعيشوا. دلوقتي الشاب من الاكتئاب، نسبة المخدرات بقت رهيبة جدا في المجتمع، ونسبة الإدمان بقت رهيبة، ونسبة الانتحار بقت رهيبة. شباب مصر يا ريس ناس بتنتحر. انت يا ريس مش هيرضيك كده، وانا واثقة كده، وانا واثقة كويس قوي 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 ان انت مش هيرضيك كده. انت من الرؤساء المحترمة. انت دلوقتي لو سألوني انت بتحبي مين من الرؤساء، انا هقول بحب بداية من جمال عبد الناصر للسادات لحسني مبارك لحضرتك الرئيس السيسي. لكن انا ولا ست اخوانيه ولا الكلام الفاشل دوت. وكمان عملوا لي حظر يا ريس على القناه،
عملوا لي حظر على الصفحه بتاعتي هبه علي ان انا بس مباشر. اديني عملت صفحه تانية وببث برضك بس مباشر. انا ببث بس مباشر عشان انا نفسي الصوت يوصل للعالم كله ويوصل للناس كلها. الناس تعرف تتكلم وتعرف تقول. مش هنفضلوا حاطين ايدينا على خدنا، نفضلوا نتكلم معاك. انت مش انت حضرتك مش بتاخد روح حد. حضرتك يعني انسان كويس طيب. انسان عندك رحمه. انا شفت لك كذا فيديو يا ريس وانت بتسلم على ناس غلابه وناس فقيره وناس كده. يعني حضرتك انسان متواضع وانسان طيب. ليه هما الاعلام بيخاف يواجهك؟ ليه الاعلام المصري بيحاول يظهر لك ان مصر فخفخينه، ان مصر طبق جاتوه؟ ليه اعضاء مجلس الشعب مبينين لك ان هم كلهم قايمين على اكمل وجه؟ لا يا ريس، كلهم مش كلهم مش قايمين على اكمل وجه. يعني في نص اعضاء مجلس الشعب محترمه. يعني انا هذكر اسم واحد بس لان هو ده اللي انا متذكراه. اسم واحد محترم اسمه ضياء داوود الدين. الراجل دوت راجل رائع. وفي ناس تانية برضك في اعضاء مجلس، لكن في ناس تانية بتقعد. يعني احنا قاعدين في منطقة سكنية، يعني بدون ذكر اسمها، عضو مجلس الشعب ما بيعملش اي حاجة. ما بيعملش اي حاجة، والمنطقة كلها خربانة وكلها متدمرة وكلها متدمرة. والله الناس دي ما خدتش صوتنا بال50 جنيه وال100 جنيه والحصانة وتسيبنا كده واقعين. مصر لازم تكبر. مصر لازم تتقدم، ولازم تتقدم برئيسها اللي عمال يعمل انجازات وبشعبها اللي هيعيش مرتاح. احنا 100 مليون، واحنا عارفين يا ريس ان 100 مليون كتير عليك وان الحمل كتير عليك. في 100 مليون اللي عنده عيل واتنين او تلاتة بيقول انا عندي عيل اتنين تلاتة اربعة خمسة، لكن انت في رقبتك 100 مليون. فانا عارفة ان ايدك لوحدها مش هتسقف. نرجو من حضرتك ان انت تشغل المسؤولين، ان انت تكلم المسؤولين اللي تحت ايدك، من اول عامل النظافة من اول اعضاء مجلس الشعب، من اول الاعلام، من اول الوزراء، لحد كل حد. هل يا ترى دكتورة هالة زايد تقبل بالمنظر البشع اللي انا منزلاه على الصفحة بتاعتي؟ راجل بقاله اسبوع مرمي مش لاقي سرير قدام القصر العيني. هل يا ترى لو هي تعبت هي مش هتلاقي مستشفى؟ دي هتلاقي مستشفى فايف ستار، تكييف واخر دلع واخر دلع. لكن بقى الغلبان في رقبتك انت يا ريس. الغلبان في رقبتك انت، وكل راع مسؤول عن رعيته، واحنا مسؤولين منك. واحنا بنشكرك والله يا ريس. لو احنا يعني حضرتك تطلب مننا ايه عشان نساعدك وتبقى البلد دي مستقرة واحنا كمان نعيشوا مرتاحين كشعب، نعيشوا مرتاحين كشعب، احنا نعمله. احنا نعمله. احنا نعمله. انت يا ريس بتحارب الارهاب وبتحارب ده كله ووفرت لنا الامن والامان. انت من نسبة السياسة انا ما شفت زيك. يعني آه، آه، رجل سياسي جدا جدا جدا، وما بتحبش بتحب مصر في امان. الارهاب ده انت بتقضي عليه. ممتاز 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 ممتاز. بس يا ريس انت في حاجة انت مش شايفها. في حاجة اسمها الفقير الغلبان اللي مش لاقي مستشفى، اللي مش لاقي ياكل، الشاب اللي مش عارف يتجوز، الأرملة اللي مش لاقية تاكل، المطلقة اللي مش لاقية تاكل. في الناس دي كلها محتاجاك. في دلوقتي ان غلو الاسعار بقت بطريقة رهيبة. اقل بيت عشان يتفتح دلوقتي عايز له كام الف؟ اقل بيت عشان يتفتح عايز له كام الف دلوقتي؟ فريس ارجوك لو سمحت، الصفحة بتاعتي بقى يا ريس لو سمحت يفتحوا البث بتاعي. طيب يعني انا البث عندي اتقفل في الصفحة التانية. يعني انا مش ارهابية. انا مش ارهابية، انا مسلمة وموحدة بالله ومؤمنة بالله. وكمان بصوا انا حاطة مكياج قد هو ياما. مفيش بقى ناس اخوان بيحطوا مكياج ده كله. انا حاطة مكياج ياما وعاملة شعري وكده. انا بحب مصر. تحيا مصر ويحيا وشعب مصر. دي ارضي ووطني وعرضي. دي مصر دي بلدي، ورئيس السيسي على راسي من فوق، وشعب مصر على راسي من فوق. ويا ريس قبل ما اقفل البث دوت، ارجو من حضرتك مراعاة الغلبان والفقير وشباب مصر اللي بتضيع.
وارجو من حضرتك الاهتمام بيهم. وارجو من حضرتك ان انت تعتبرنا يعني ولادك، ولادك مش اكتر من كده. واحنا بنحبك جدا، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كل حبايبي اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، كل شعب مصر وكل الناس الطيبة اللي بتتفرج عليا، انا عاملة قناة على اليوتيوب اسمها هبة علي صوت الغلابة. ارجو من حضراتكم ان انتوا تخشوا تعملوا لي مشاركة في القناة، وتشوفوا الفيديوهات اللي انا بنزلها، وتقولوا لي ايه رأيكم. واللي عنده اي مشكلة، عنده اي حاجة، يخش على الصفحة بتاعتي. انا عندي بردك صفحة على النت اسمها هبة علي، آه، هتظهر عندكم. وعندي الصفحه ديت اللي لسه عاملاها دلوقتي، بس الصفحه دي طبعا انا مش مهتميه بيها زي الصفحه بتاعتي الاصليه هبه علي. هتلاقوا صورتي فيها. اللي عنده اي حاجه يقول لي وانا هتكلم فيها. انا مش بخاف الا من ربنا عز وجل. وكلا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. برغم ان ناس كتير قوي قالت لي يا هبه بلاش تتكلمي في السياسه، السياسه وحشه. انا مش بتكلم في السياسه، انا بتكلم يعني بتكلم كلام شعبي. انا بتكلم كلام شعبي، انا بتكلم كلام بطبيعه قلبي. انا بتكلم كلام، بكلم الريس وبكلم الناس، بكلمهم بطبيعه قلبي، بكلمهم بصوره طبيعيه. يعني انا مش سياسيه ولا انا الكلام ده كله، بس انا بتكلم بالكلام اللي هو طالع من قلبي، الكلام اللي هو العادي اللي الانسان بيوصله. بيوصله لاي حد. فالرئيس رئيس الجمهورية، انا قلت لكم انا صوتي ده اللي بيوصل له. انا ما بوصلوش كأنا يعني من الشعب، انا بوصله كأنا كبنته. وانا ما بهاجمهوش ابدا ابدا ابدا. مش خوف، والله والله ما خوف. لان الخوف من المولى عز وجل واحد فقطه، بس تقدير واحترام للراجل دوت. وبقول له يا ريس، شفنا في وسط المشاغل اللي انت فيها دي كلها. شوف شعبك تعبان قوي. شعبك محتاجك، الفقير محتاجك. الناس الفقراء بتمد ايديها ليك، الناس الغلابة شباب مصر بتمد ايديها ليك. مصر محتاجالك، مصر محتاجالك يا ريس. مصر محتاجالك. لو سمحتم خشوا على الصفحة بتاعتي هبة علي على اليوتيوب، اعملوا لي مشاركة وشيروا الفيديوهات دي و... وشيروها في اي حاجة. انا يعني انا اتمنى ان صوتي يوصل للناس كلها. شكرا.